هو مصر هتدخل في صراع مفتوح مع جماعة الحوثي في اليمن؟ ده اللي بتقوله مصادر إسرائيلية، إن مصر قد تجبر لشن هجمات على جماعة الحوثي في اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها مصر اليومين دول، سبب حصار الحوثي اللي تسببت ضربات الحوثي للسفن اللي بتعدي في البحر الأحمر في انخفاض دخل قناة السويس بشكل كبير جدا. خصوصا إن مصر كان عضو في التحالف العربي ضد جماعة الحوثي من سنة 2015، ومصر شاركت بقوات كبيرة وقت الهجمات بتاعة التحالف العربي اللي كانت بتقودها السعودية في اليمن. النهاردة مصر في عليها ضغوط غربية كبيرة جدا للدخول في تحالف مع القوات الغربية، أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو، للمشاركة في هجمات من أول وجديد ضد جماعة الحوثي، وخصوصا ان في مطالبات بتحرير ميناء الحديدة او الاستيلاء على ميناء الحديدة وطرد جماعة الحوثي منه لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. والنهاردة الغرب بيضغط على مصر لوضعها أمام تحديات قانونية ودولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وإن القوات البحرية المصرية المنوطة بحماية الملاحة، حرية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. النهاردة في ضغوط دولية كبيرة على مصر ووعود دولية بدعم مالي كترغيب، أو المعارضة الإسلامية كترهيب. لكن أنا أعتقد إن مصر مش ممكن تشارك في تحالف زي كده، خصوصا إن مصر لو كانت ناوية تعمل حاجة زي كده فكانت عملتها من بدري قوي، خصوصا الاشتباكات بين الحوثي والإسرائيليين والأمريكان شغالة بقالها سنة من ساعة عملية طوفان الأقصى. فمصر ما أعتقدش إنها ممكن تهاجم الحوثي نيابة عن إسرائيل وأمريكا.